الراجل ده قرر ان هو يسافر ويشتغل في بلد بعيدة علشان يقدر يصرف على بيته وولاده. ومراته كانت زعلانة جدا وبتعيط، ومش هين عليها ان جوزها يسافر. فخرج وكلم ابنه الصغير ووصاه على والدته، وقال له تاخد بالك من ماما وتسمع كلامها، انا خلاص مسافر. هنا الولد عيط وقال له يا بابا ما تسافرش وتسيبنا، احنا مش عاوزين فلوس، مش عاوزين اي حاجة، عاوزينك تبقى معانا. وان كان عليا انا مش هطلب منك حاجة، ماما تعبانة وبتعيط، وانا عارف ومتأكد انها زعلانة جدا ومش عاوزاك تمشي وتسافر. فقال لابنه معلش يا حبيبي، انا لازم اسافر علشان اقدر اشتري لك كل اللي نفسك فيه. لسه هيمشي مراته خرجت من البيت وقالت له انت لازم تاخد بالك من نفسك، واديت له اكل كمان علشان ياكله في الطريق. هنا الولد الصغير جاب الفلوس اللي هو كان محوشها وقال لباباه خلي الفلوس دي معاك، ممكن تحتاج حاجة في الطريق. فالأب قال له خلي يا حبيبي الفلوس معاك. فقال له لا يا بابا، انت مسافر وهتبقى بعيد ولوحدك، وحط له الفلوس جوه الشنطة. الأب ودعهم ومشي، وسافر فعلا بلد بعيدة، واشتغل شغل شاق جدا ومتعب جدا جدا جدا. لا كان بياكل ولا كان بيشرب ولا حتى بينام نومة مرتاحة، زي كل الرجالة اللي بتتغرب وتسيب بيتها وأولادها. هو ده وضعهم. في يوم من الأيام الولد قعد مع والدته وكان بيعيط، بيقول لها بابا وحشني جدا. طلعت التليفون واتصلت بجوزها. في الوقت ده كان في وقت استراحة الشغل بتاعته، ماسك لقمة عيش وبصلة وقاعد بياكل. فمراته اتصلت بيه، قالت له عامل ايه؟ قال لها انا كويس جدا. طيب بتنام كويس؟ بص على الفرشة اللي بينام عليها وسكت. قالت له انت سكت ليه؟ قال لها مفيش، انا لسه كنت هرد عليكي، انا نايم في فندق كبير واوضه مكيفه، ما تقلقيش عليا. وقفل معاها. وعدت سنه والاب فاجئهم ورجع من السفر وكان فرحان جدا جدا. مراته اول ما شافته فهمت وقالت له واضح ان انت تعبت جدا. اداها الفلوس اللي اشتغل بيها كلها وقال لها الفلوس دي تخليها ليكي وللولد وتشتروا كل اللي نفسكوا فيه. وده حقيقي. الناس فاكرة ان الشخص اللي بيتغرب وبيرجع من الغربة ده راجل مرتاح ومبسوط وجاي وجايب معاه كنوز وفلوس كتير جدا، لكن ما يعرفوش قد ايه الناس دي بتتعذب وبتعاني في الغربة، هما وأولادهم. الناس بتشوف النعمة لكن عمرها ما بتشوف التعب اللي وراها. محدش يحكم على رزق حد، لأن كل واحد فينا له حكاية محدش عاشها غيره. صلوا على النبي في التعليقات.